سيادنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نتمنى من الله عز وجل أن يرحم شهداءنا في زلزال الحوز، وأن يتقبلهم في درجة الشهداء، وأن يفرج الكرب على الذين لا زالوا على قيد الحياة. وكنتمنى من الله تعالى أن توفقوا كمغاربة كلنا أننا نلموا الشمل ديال هذه الأسر اللي ما زال على قيد الحياة ونرجعوها لطبيعتها بإذن الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المغاربة من جديد يعطون صورة متكاملة في التضامن للعالم، يعطون درسا آخر في التضامن للعالم. منطقة وحدة الذرات تكبوا عليها جميع المناطق، في ظرف 24 ساعة المساعدات بدات كتكب من جميع ربوع المملكة المغربية، خلوا العالم مبهور. الحكومة المغربية براسها ما فهمت والو في المغاربة، كل شيء بغى يساهم، اللي عنده ساهم واللي ما عندوش ساهم، اللي قدر يساهم بالمال ساهم واللي ما قدرش ساهم بداك الشيء اللي عنده في داره. كاين اللي عنده منطقة كان كيتغطى بها هو وولاده هز هداها ساهم بها مع المتضررين في زلزال الحوز. كاين اللي عنده نص خنشه ديال دقيق هز هداها ساهم بها ولا يبالي، ما عندوش مشكل لانه الاهميه ديالو هو خوتو اللي متضررين ياكلوا هم الاولين. كاين اللي عنده بوديزه ديال الزيت كان باغي يطيب بها في داره هز هداها ساهم بها. وهذه الصوره هذه طبعا خلات العالم كله مبهور في المغاربه، ومن جديد كيشوفوا كيفاش المغرب متحد وكيفاش المغرب الى تضر فيه واحد كيضروا كاملين. غير هو حاليا علينا كمغاربه خصنا نعرفوا حاليا اشنا هو اللي خصو يدار، لان هذوك الناس ما خصهمش فقط غير المواد الغذائيه، ولكن خصهم اماكن فين يسكنوا، خصهم مدارس فين يقراوا، خصهم مستشفيات فين يتعالجوا. التضامن الحقيقي راه يلاه غادي يبدا. احنا راه مازال ما درنا حتى شي حاجه مع خوتنا المتضررين، احنا مازال يلا في نقطه البدايه. ثم ان هذه المواد الغذائيه اللي مازال كتكب على هذه المناطق هذه خاصها تكون منظمه، لان بدينا كنشوفوا التبذير وبدينا كنشوفوا بعض المواد الغذائيه اللي غير كتضيع وغير كتخسر في الطرقات، والاسراف والتبذير راه ما مزيانش، لانك اليوم الا ضيعتي خبزه السيمانه الجايه غتبغيها وما غاديش تلقاها. لهذا خاص السلطات تدخل بالتعاون مع جمعيات ويديروا واحد المكازا فين تحط هذاك الشيء اللي تيمشي ويبدا كيتفرق بشكل نظامي، لانه ما تفكرش غير في سيمانه واحده. هاد الناس هادو ما غاديش نوكلهم حنا غير سيمانه ونحبسوا عليهم، وانما خاص يكون تفكير على المدى الطويل، لان هذا الشيء مازال غادي يطول، مازال المساعدات خاصها تبقى. داك الشيء علاش خاص هذا الشيء يكون منظم باش ما يتعرضش اولا للنهب والسرقه وما يتعرضش للضياع، لانه حاجه الا ضيعتيها اليوم ما غاديش تلقاها غدا. خاص داك الشيء يكون مستوكي في واحد البلاصه، وتكون جمعيات والسلطات المحليه اللي كتشرف عليه وبدا يتفرق بشكل منظم باش ما يضيعش، باش هذوك الناس نستمروا معاهم في الدعم حتى يوقفوا على رجليهم ورجعوا كيف ما كانوا في الاول. اما الحاجه الا كنا غادي نشريوها وغادا تضيع فما كاينلاش، لان هذيك الفلوس اللي كتضيع غدا وبعد غدا غادي نحتاجوها في حويجات اخرين. الناس راه مازال كيف ما قلت لكم خاصهم منازل فين يسكنوا، خاصهم مدارس، وخاصهم مستشفيات، وخاصهم طرقات، وخاصهم شحال من حاجه اللي مازال غادي يحتاجوا فيها هاد الفلوس هذه. ما كاينلاش المواد الغذائيه تبقى تشرى وتضيع، هذيك الفلوس خاصها تداخر باش يستافدوا منها في حويجات وحدين اخرين اللي هما اهم من الماء. اما هذوك الناس اللي ما عندهم ضمير، كاين اللي بارك تيسرق في المواد الغذائيه كيوصلوا عنده تما وكيتعرض للكاميونات وكيسرقهم، كاين اللي كيدي لدارو وكيستوكي، كاين اللي كيدي الحانوت ديالو وكيحط فيه باش يبدا يبيع فيه عاوتاني، وكاين عاوتاني هذوك الناس اللي كيستغلوا الفتيات ولا النساء اللي تما بدعوى انه غادي يتزوج بها وغادي كذا وكذا. فالله يهديكم. فهاد الناس هادو كلهم اللي ظهروا من هاد الحقبه هذه وبغاو يخسروا الصوره اللي عطاو للمغاربه للعالم، فلا يجب على السلطات التدخل في هاد القضيه هذه والضرب على يد من حديد باش هاد الناس هادو يتردعوا. اي واحد تضبط انه كيمارس وحده من هاد الحويجات هادو خاصو يدخل يتربى باش ما عمر شي واحد اخر باقي يعاود بحال هاد الحوايج، لان حاليا حنا ماشي في حاجه لهاد العبث هذا باش كل واحد غادي يبدا يمارس هذيك الوحشيه ديالو كيف ما بغى. حنا اليوم راه محتاجين التضامن ومحتاجين نكونوا يد وحده باش نعاونوا هاد الناس، ماشي نبداو ناكلوا لهم في رزقهم ونستغلوهم ونبداو نتفلاو عليهم. التضامن الحقيقي يلا غادي يبدا. خاصنا نتجندوا كلنا كمغاربه من طنجه الى القويره، كلنا خاصنا نتجندوا وراء جلاله الملك باش اننا نعاودوا نبنيو لخوتنا منازل فين يسكنوا ومدارس فين يقراوا ومستشفيات وكذلك طرقات. وهذا الشيء هذا راه كيحتاج الكثير من المال. اليوم محدده الحكومه 50 مليار درهم باش انها تعاود تبني المنازل ومرافق عموميه لهاد الناس. مصاريف ديال الافات زلزال الحوز، حنا الغايه دابا التقديرات الاوليه تتكلم على 50 مليار درهم اللي محتاجين لها. كذلك خرجت تعليمات ساميه ملكيه من الديوان الملكي بان هاد الناس هادو غادي يتعوضوا ب 14 مليون سنتيم لكل واحد مشات ليه الدار ديالو، و8 مليون لكل واحد شقات ليه الدار ديالو وغادي خاصها ترميم، مع 3 ديال المليون كتعويض على الضرر لكل اسره من هاد الاسر المتضرره. وكان اول متطوع هو جلاله الملك محمد السادس بمليار ديال الدرهم، وكذلك المكتب الشريف للفوسفات تبرع كذلك بمليار ديال الدرهم. حنا كمغاربه كلنا خاصنا نساهموا في الصندوق اللي تحط
فقط من اجل بناء منازل لهاد الناس هادو. شدينا 30 مليون ديال الناس ودرنا لها موين ديال واحد 1700 ولا 1800 درهم، فراه غادي نبنيو لخوتنا. غتقول لي كاين اللي ما يقدرش يعطي هاد 1500 ولا 1700 درهم، اكيد ماشي كلنا غادي نعطيو 1700 درهم لواحد، راه كاين اللي قادر يتبرع ب 10000 درهم و20000 درهم و30000 درهم و100000 درهم، ومن طبيعه الحال راه كاين اللي قادر يتبرع غير ب 100 درهم. انت غادي تتبرع فقط بداك الشيء اللي قدرتي عليه، وراه قادرين نفوتوا 50 مليار درهم اللي خاصانا، لاننا في الجائحه ديال كورونا كانوا طالبين منا فقط 10 المليار ديال الدرهم، فالمغاربه والعزيمه ديالهم وصلت ل 30 مليار ديال الدرهم. فهاد الشيء راه ماشي غريب على المغاربه، وهذا ماشي عزيز على المغاربه. علاش؟ لان في الوقت ديال الكارثه كوفيد كنا محتاجين 10 المليار درهم للصندوق، وصلنا 33 مليار نتاع الدرهم. اذا هذا تيدل على التطوع الكبير ديال المغاربه. اكيد غادي نقدروا عليهم نفوتوها لهين. كما شفتوا المؤثرين راه بداو كيظهروا، وعلى راسهم الياس المالكي اللي تضامن ب5 ديال المليون ديال السنتيم. كذلك بزاف ديال المشاهير اللي غادي نتضامنوا، بحال اللاعبين ديال كره القدم واللاعبين ديال الكيك بوكسينغ. راه هاد الناس هادو غادي نساهموا بفلوس صحيحه، يعني هادو هما اللي غادي نعوضوا على هذاك اللي غادي يساهم فقط ب50 ولا 100 درهم. فممكن انك تساهم ب50 درهم، 100 درهم، 500 درهم، 1000 درهم. ما تنساش راه كاينين الناس اللي غادي يساهموا حتى ل 200 ولا 300 الف درهم. الناس مستعدين يعطيو حتى ل 100 مليون سنتيم. فرد واحد ممكن يعطي 100 مليون سنتيم، وهذا الشيء راه ماشي غريب على المغاربه. الا عقلتوا راه في كورونا سيمولايف راه بوحدو عطى 100 مليون سنتيم. يعني راه كاينين الناس وكاينين شركات كذلك راه جاهم امر باش غادي نبداو حتى هما يعطيو مساعدات. الشركه اللي خدام فيها انا جاء امر لهذوك الشركات اللي كاينين تما كلهم باش انهم غادي يديروا واحد الدعم يقدموه لهاد الناس. يعني كاينين شركات، كاينين رجال اعمال، كاينين مشاهير عندهم فلوس صحيحه غادي يساهموا، وغادي تجمع ان شاء الله هاد 50 مليار ديال الدرهم وغادي نفوتوها لهيه. المده باش يتبناو المنازل لهاد الناس هادو تحددت تقريبا في 5 ديال السنوات، وهذه ماشي مده قصيره وانما راها مده طويله. داكشي علاش قلنا بان المغاربه خصهم يبقاو مجندين ويبقاو يدا واحده. اول حاجه اللي خاصها دار حاليا هو ان دوك القياطر راه ما خدامينش، لان ديك المناطق راه مناطق ديال الثلج، خصوصا المنطقه ديال البؤره اللي هي ايغيل رجعت حتى اوكيمدن. وانتم كلكم كتعرفوا اوكيمدن كيفاش كتكون في الايام ديال الثلج اللي المغاربه كلهم تيمشيو ولاو كيستمتعوا ديك المناظر الطبيعيه اللي فيها. هذيك المنطقه تيطيح فيها الثلج بزاف. واش انك تبني خيمه صغيره قيطون من الطوب راه ما غادي يدير حتى شي حاجه امام الثلج وما غاديش يصمد. لهذا خصها تكون دي كونتينير اللي مصنوعه من واحد الماده ديال القصدير اللي كتكون مضاده للثلج ومضاده للشتاء والبرد. ممكن بها هي نديروا مرافق عموميه بحال المدارس والمستشفيات، وتكون مبنيه فوق من ارض اللي صحيحه. غادا تكون مزيان الا دار شي حاجه ديال الكرافير وتصحات الارض من التحت باش ما تجمعش عليهم الماء وتتحول الى اوحال ويوليو الناس غاديين كيتمشاو وسط من الغيث. خاصها دار واحد الفرشه في الارض عادي تحط فوق منها هذوك لي بونغالو. عاد ديك الساعه ممكن انك تطمئن على هاد الناس راه تما يتبنوا لهم المنازل ديالهم. اذا الواجب علينا اليوم هو اننا نساهموا بالقليل ولا بالكثير. داكشي اللي قدرتي عليه تساهم في هذا الصندوق هذا. المده راه مازال كاينه ديال المساهمه، تقدر تساهم بداكشي مقسط. الا ما قدرتيش تعطيها دفعه واحده تقدر كل شهر تعطي 200 درهم لمده ديال 6 شهور. انت وليتي عاطي واحد 1200 درهم، ما جات فيها والو. كل شهر الا كنتي خدام كموظف كل شهر تعطي واحد 200 درهم، ما هي حتى شي حاجه. راه الاغلبيه كيخسرها غير في القهوه. وكاين اللي غادي يقول لك انا باش غادي نعرف ان هذه المساعدات غتوصل المغاربه عندنا حنا كذا غاديش يوصلوا المساعدات. اعطي انت ونويها لله في سبيل الله، راه تقيدات لك عند الله سبحانه وتعالى. اليوم السوشيال ميديا كما كتشوفوا راه ولات كتفضح اي حاجه. في نظري انا ما كنظنش واش انهم غادي يديروا الخشونه مع هاد الناس هادو، ان القضيه ولات عالميه ماشي دايره غير بيناتنا. مستحيل ان المسؤولين ما ينفذوش التعليمات الساميه. اذا 14 مليون اللي تعطات واش قادره تبني منزل؟ طبعا غادي نشوفوا هاد النموذج. اليوم ان شاء الله غنوريكم شحال تقدر تبني دار في العروبيه بحال هكا 70 متر. غنبداو من السطح. اجي خالتي عايشه. اليوم فيديو مفيد. دابا عرفتي شنو بغيت ندير؟ بغيت نوري للناس شحال تقدر تبني دار في العروبيه. شحال هذاك الشيء اللي كنت انت بغيتي تعرفي. انا نبغي نعرف. انا نوريك دابا حنا اللي بغيت من هذا الفيديو هذا هو نحاول نوصل للناس اللي كيتبعونا واحد الفكره ديال شحال تقدر تبني دار مساحه ديال 72 متر ديال الفلوس. شحال اخويا كاين ديال السلعه؟ السلعه 14 مليون و200 درهم. الثمن ديال المعلم ولا بلا معلم؟ كلشي الثمن ديال المعلم كلشي. شرح لي شحال المعلم دا بوحده؟ 2.5. الاولاني اللي بنا خلاها كحله ودا شحال دا التريسيان؟ لا بلاش نبقى كاسيان. المعلم اللي بناها ب2.5 زيد فهمتي فيها الخدامه عليه البطونيه كلشي عليه. حنا ما نعرفوش شي حاجه. جاوبناها كحله. ما نعرفوش. دا من عندكم 2.5 زيد. السباغ شحال دا؟ الصباغ دا 3000 درهم. هي قول دابا 28000 درهم. الزلايجي الزليجي دا 4000 درهم. 4000 درهم. قول دابا 32000 درهم. التريسيان تريسيان دا 2500 درهم.
هي شحال لحقنا؟ قول 34,000 درهم و500 بلومبي. العالم ديال الضوء كلشي 2500 درهم داخل. يعني قول 34,000 درهم و500 مشات يد عامله. هادشي اللي كاين. كاين السباق لا يجي ديال الضوء داكشي. لا بلا داخل في السلعة. السلعه ما كندويش دابا على السلعه، يعني كندوي دابا على اليد العامله تقريبا دات 3 المليون ونص اليد العامله بالفينيسيون. زائد القباس الله يجازيه بخير، القباس في سبيل الله جا شاف الفيديو جا مسكين، جا مسكين. الله يجازيك بخير. يعني كاينه دابا 34,000 درهم و500 ثمن يد العامله، غنحيدوهم من 14 مليون وشحال قلتي؟ 14 مليون. سيدي على 14 حيد 14 مليون الا حيدنا منها 3 المليون ونص كتبقى 10 المليون ونص ديال السلعه، فيها الزليج والقبس والسيمه والحديد والصباغه البيبان شاطئ الالومنيوم السلعه ديال الضوء السلعه ديال الماء. شحال ديال الحديد؟ ها؟ بقى شحال جات؟ 14 مليون باش تبنات. انا قلت 60 مليون. 60 مليون؟ راه قالت لا كيفاش 60 مليون نهار 20 مليون.